السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض كده غدا في السريع. الشتاء بقى الجميل دوت بيحب المحشي، ومش اي محشي، لا محشي كرنب. النهاردة هنعمل مع بعض بقى كده محشي كرنب وشوربة لسان عصفور، وهنسلق فراخ مع بعض كده ونحمرها في الفرن بطريقة سهلة جدا فوق ما تتخيلوا. تعالوا بقى نشوف هنحتاج ايه وهنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه معايا 3 بصلات مبشورين ناعم، ومعايا كيلو ونص طماطم معصورين، وملح وفلفل اسود وكمون ومكعبين مرق. ودي الفراخ بتاعتي انا نقعتها في ميه وملح وخل عشان خاطر الزفاره، بنقعها كده بتاع 10 دقايق ولا حاجه او نص ساعه. نعمل بقى التسبيكه مع بعض. بحط السمنه او الزيت او الزبده او الحاجه اللي بتريحكم، وبنزل عليها كده بالبصل. الاكل اذواق زي ما انتم فاهمين، سمنه او زيت او زبده كله شغال تمام كده. مهم يكون ايدي في البصل على طول واقلبه عشان خاطر ما يتحرقش مني لحد ما يدبل معايا ويبتدي ياخد اللون اللي هو الاصفر الفاتح دوت. ابتدي انزل عليه بقى كده بالطماطم المعصوره، وانا من الناس اللي بتحب تبهر التسبيكه بتاعتها. وانزل عليها بالبهارات بتاعتها اللي هي عباره عن ايه بقى: الفلفل الاسود والكمون ومكعبين المرق والملح برضو. واديها تقليبه كده وهدي عليها شويه لحد ما تتسبك مع نفسها. بلاقي كده الطماطم دي خست شويه كده من الميه اللي فيها، والزيت عام على الوش. تعالوا بقى نعمل مع بعض ايه، نشوح الفراخ. بحط كده حله على النار وانزل عليها كده بالفراخ مع بعض كده عشان خاطر نشوحها. واجيب لها بقى كده الخضار بتاعها اللي هو ايه بقى، عبارة عن بصلاية كده كبيرة، وطماطميتين 2 برضو. والتول بتاعتها برضو عبارة عن ايه، ورق لورا، حبهان، قرنفل، فلفل اسود. وما بحطش الملح دلوقتي خالص، الملح بحطه اخر حاجة خالص. واديها كده تقليبة كده على الوش التاني، وبسيبها بقى كده ايه بتاع 7 دقايق كده ولا حاجة، وبعدين اغطيها. بعد ما اكشف الغطا عليها بعد 7 دقايق بلاقيها اتشوحت معايا. يعني ايه اتشوحت؟ يعني دخلت في مرحلة السوا، دخلت ان هي تبقى ايه، نص سوا، ربع سوا كده، وايه، ومفيش فيها اي دم ولا اي حاجة كده خالص. بعد ما بتتشوح معايا كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، ببتدي ان انا اغطي الفراخ دي بقى كلها بالمية. بوصل كده الميه لحد اخلي الفراخ دي كلها متغطيه ميه عشان خاطر نعمل الشوربه مع بعض. وما بحطش برضو الملح دلوقتي، كمان ايه شويه كده بحط الملح. تمام، قبل ما اطلع الفراخ من الشوربه كده ب10 دقايق ببتدي ان انا احط الملح فيها زي ما انتم شايفين كده. اهو الفراخ استوت خلاص معايا، ببتدي ان انا بقى اطلعها من الشوربه. التسبيكه معايا بقى اتسبكت خلاص. يعني ايه اتسبكت؟ الطماطم خست كده من الميه اللي فيها، والسمنه او الزيت بتاعتها ايه عامت على الوش خالص زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نحضر للمحشي. ده كده كيلو رز، بنزل عليه بقى بالتسبيكة او الصلصة، والخضار بتاعي المشكل شبت وكزبرة خضراء. اللي حابب يحط بقدونس يحط، انا ما بحبش احط بقدونس، يبقى انا بكتفي بس بالشبت والكزبره الخضراء. ومعلقتين 2 كمون وفلفل اسود وبهارات محشي والملح طبعا. بس انا ما بحطش الملح مره واحده. ليه بقى؟ عشان خاطر خلطه المحشي دي ما تحدقش مني مره واحده. فبحط الملح وبقلب كده وبدوق. لو محتاج ملح تاني بحط، مش محتاج خلاص. اهم حاجه احط الملح على كام مرحله عشان خاطر خلطه المحشي ما تكونش ايه حادقه قوي معايا كده وايه وما تعجبنيش تمام كده. تعالوا بقى اوريكم الحله اللي هنحشي فيها. انا فردت في الحله دي بقى كلها كده وغطيتها من الجوانب بالايه، بالورق الكرنب الاخضر تمام، عشان خاطر لما اجي احشي في الحله المحشي اللي في ارضيه الحله ما يتحرقش مني. ده كده بقى ورق كرنب مسلوق، بقطعه كده على قد صباع المحشي اللي انا حباه. ممكن اكبر اكتر من كده، ممكن اصغر برضو على حسب ذوقكم انتوا. برضو الاكل اذواق زي ما احنا فاهمين. بقطعه كده صغير عشان خاطر اسهل على نفسي. نبتدي بقى نحشي مع بعض. باخد ورقه كده من اللي انا قطعتها واحط فيها شويه رز وابرمها كده كويس جدا. اهم حاجه ابرمها كويس جدا عشان خاطر المحشي ما يفكش مني في قلب الحله وينطر الرز بره. الاقي الرز في لمه والورق الكرنب في لمه، فتلاقي المحشي كله باظ مني تمام. نعمل واحده كمان مع بعض. اهو ببرم المحشيه كويس جدا وانضفها كده من اي رز فوق منها كده ولا حاجه عشان خاطر يبقى شكلها مش لطيف معايا. وارصها كده جنب التانية كده بالظبط. اهم حاجه ما اسيبش فراغات عشان خاطر لما اجي اسقي المحشي شوربه. خلاص خلصت المحشي اهو زي ما انتم شايفين. والحبه اللي لونهم اخضر كده على الوش دول بتوع ماما، هي بتحب المحشي الاخضر جدا، فبنعمل لها ايه حبه اخضر كده على الوش. بعدين انا بقى ايه اسقي المحشي شوربه، احط شويه شوربه واهز الحله كده. ليه بقى بهز الحله؟ عشان خاطر اشوف المحشي محتاج شوربه تاني ولا لا. احط واهز الحله، احط شويه واهز الحله تمام كده. بس المحشي لحد اخر صباع زي ما انتم شايفين كده، الميه باينه قدامكم اهي. وابتدي ايه نعلق عليها وايه وولع عليها البوتاجاز. نبتدي بقى نعمل ايه بقى،
نحمر الفراخ مع بعض. دي معلقه كاتشب ومعلقه زيت ورشه فلفل اسود ورشه ملح، وادهن بقى كده الفراخ زي ما انتم شايفين كده، وادخلها الفرن عشان خاطر تتحمر معايا بمنتهى السهوله. احنا ممكن نحمرها في الزيت بس كده تبقى خفيفه واحسن طبعا. خلاص بقى المحشي ابتدى يشرب الميه بتاعته وغلي معايا اهوت. ببتدي ان انا بقى اهدي عليه عشان يستوي براحته خالص. طبعا ما انساش ان انا اغطي على المحشي تمام. نعمل بقى لسان العصفور، واحط السمنه والزيت واحط لسان العصفور بتاعي، واقلب كده يكون ايدي فيه كده كل شويه عشان خاطر ما ياخدش لون ولون، يبقى حبايه لونها فاتح وحبايه لونها غامق. لا طبعا احنا مش عايزين كده، عايزين يبقى كله لون واحد، ياخد اللون اللي هو الذهبي الفاتح دوت زي ما انتم شايفين. ممكن بقى نعمله بشوربه، اللي ما عندوش شوربه ممكن يعمل بمرقه. انا عندي شوربه بتاع الفراخ فهعمل بالشوربه. خلاص بقى خد اللون اللي انا عايزاه، بحط عليها بقى الشوربه كده مره واحده زي ما انتم شايفين. اللي حابب يحط ملح حابب، مش حابب خلاص انا هكتفي بالملح اللي في الشوربه تمام كده. يا دوبك لسان العصفور ياخد غلوتين معايا واطفي عليه واغطيه تمام كده، عشان خاطر يبقى كده خلاص استوى معايا خالص. خلاص بقى احنا بقى خلصنا الاكل. ده شوربة اللسان العصفور، بصوا جميلة جدا ما شاء الله عليها عاملة ازاي. مفيش حباية لون فاتح ولا حباية لون غامق، كلها لون واحد ودرجة واحدة. وده بقى محشي الكرنب اهوت زي ما انتم شايفين، بصوا جميل جدا ما شاء الله عليه. ما فكش مني ولا حاجه يعني، ولا الرز راح في لمه ولا الورق راح في لمه. خلاص اهوت الصباع زي ما هو اهوت. ودي بقى الفراخ بعد ما طلعت من الفرن، بصوا جميله جدا واتحمرت. اهم حاجه يا جماعه ما ننساش نغطي المحشي وهو بيستوي. يلا بقى جربوه يعجبكم. يلا سلام عليكم، باي باي.